يا أهلا بيكوا في مجنون أفلام. عمرك سألت نفسك ليه أرثر فليك في فيلم الجوكر اختار اللون الأحمر بالذات؟ ومش أي أحمر، الأحمر الفاقع اللي كان طالع لنا بيه. مش مجرد لبس وخلاص، على فكرة ده وراه عبقرية سينمائية كبيرة، هحكيها لك في دقيقة. أول حاجة هو التحول في بداية الفيلم، ألوان لبسه كانت باهتة جدا وميتة، اللي هو الرمادي أو البني، وبيعتبر إن هو في حالة اكتئاب. لبسه كان بيعبر عن حالته النفسية، اللي عايش فيها في الظلم اللي عايش فيه طول اليوم. تاني حاجة اللون الأحمر في علم النفس والسينما معناه الغضب والتمرد. لما لبس البدلة الحمراء كان بيعلن للعالم كله إن مبقاش الضحية، وإن هو بقى الخطر. رقم تلاتة طبعا ودي التباين، القميص الأخضر والسديري الأصفر والبدلة الحمراء، كل دي ألوان فاقعة بتخلي العين تشد ليها، زي ألوان إشارات المرور، أحمر وأخضر وأصفر. وده المخرج اللي هو عايز يوصلك بالإحساس دايما إنك عينك تفضل عليه. السينما مش بس حكاية، السينما تفاصيل بتتحكي بألوان. لو عجبتك التحليل ده دوس اشتراك عشان تشوف الفيديوهات بتاعتنا كل يوم.